شغلنا اليوم عمل سقف بالجرميد الفخار الإيطالي بسطح على شكل هرم. طبعا الجدران هنا كنا اسمنت بورد على ارتفاع 230 سم. أول شيء وقفنا تيوبات 10 في 10 وثبتنا فرنشات الأرض. هي طبعا شلنا بلاط وثبتنا فرنشات السقف الخرساني، وبعدين خدنا عجال عليها 10 في 10. طبعا ده كله علشان يتركب على الاسمنت. وبعدين بدأنا تصميم هيكل رفع الحديد بعرض 5 متر 45 عرض في طول 9 متر. والهرم التاني طبعا ده طالع منه هيكون مساحته 4 متر و20 ب7 متر ونص. طبعا بعد ما انتهينا من توقيف التيوبات وخدنا العجال وركبنا الهيكل اول حديد اللي هي الكاميرات، كاميرات 10 حرف اتش، بدأنا نركب تيوبات 30-60 للأبلكاش. طبعا هنا هتكون تفصيل مجلس مع غرفة ومستودع وأكرمكم الله حمد. طبعا كله هيبقى تفصيل بالاسمنت بورد والتيوبات 10 في 10 و10 في 5. طبعا هنا ركبنا مجرى مية علشان يصفي المية للخارج، قصنا لها في الجدار ودخلنا 3 سم جوه، وبعدين نقفل عليه بخلطة، وبعدين نسوي له عزل على الجدار. وبكده تم الانتهاء من تركيب تيوبات 32، والآن بيتم تركيب الأبلكاش 9 مللي أمبير. وبكده تم الانتهاء من تركيب أبلكاش 9 مللي أندونيسي، والآن بيتم تركيب العازل المائي داتكو فايبر سمك 4 مللي ضغط 140. طبعا انا المزراب بنزل عزل كامل. طبعا ركبناه في الجدار 4 سنتي ويتم عزله بالكامل. وبكده تم الانتهاء من تركيب العازل المائي داتكو فايبر سماك 4 مللي ضغط 140، والآن بيتم تركيب تيوبات 30-15 حبل الجرميل. وبكده تم الانتهاء من تركيب تيوبات 30-15، والآن بيتم تركيب الجرميد مع عازل حراري كويتي 1 بوصة، جرميد فخار وطني حرف اس. وبكده تم الانتهاء من تركيب جرميد فخار وطني حرف اس، والآن بيتم تركيب الزوايا.
وبكده تم الانتهاء من تركيب الزوايا، والآن بيتم دهن الخلطة تحت الزوايا. وبكده تم الانتهاء من دهان الخلطة تحت الزوايا والانتهاء من العمل. طبعا هذا مبنى غرفة مجلس وغرفة ومستودع وأكرمكم الله حمام. طبعا معمول الجدران الخارجية والداخلية اسمنت بورد، والسقف جرميد فخار وطني.